الهرم الأكبر أعظم عجائب الدنيا السبعة وأخلدها على الإطلاق. محى الزمن آثار العجائب الستة الأخرى واحتفظ بتفاصيل تاريخ كل منها كاملة، بينما بقي الهرم الأكبر وحده قائما يتحدى الزمن، يحتفظ بصفحات تاريخه مطوية تحيط بها الألغاز ويكتنفها الغموض. وصفه المتنبي عندما قام بزيارته وحاول قراءة أفكاره وكشف أسراره بقوله: بناء يخاف الدهر منه، وكل ما على ظهر الأرض يخاف من الدهر. وصفه بأنه أكبر صرح في التاريخ بني كمقبرة لملك واحد، ووصفه البعض الآخر بأنه مرصد لعلوم الفلك والتنجيم، وسجل لتاريخ البشرية والعالم في ماضيه وحاضره ومستقبله. اختلفوا في اسم من بناه، واختلفوا في تاريخ بنائه وطريقة إنشائه، كما اختلفوا في الغرض الذي بني من أجله، فتاهت الحقيقة وبقي الهرم الأكبر لغز ينتظر من يحله. اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن قصة الملك المأمون وحكايته مع الهرم الأكبر. قصة ثقب الملك المأمون في هرم خوفو واحدة من الحكايات المثيرة واللي لها مكانة كبيرة في التاريخ المصري. مين هو الملك المأمون؟ الملك المأمون هو واحد من الخلفاء العباسيين، واللي حكموا الدولة الإسلامية في القرن التاسع الميلادي، وهو ابن الخليفة هارون الرشيدي، وكان مهتم جدا بالعلوم والمعرفة، وبيتقال إنه كان مغرم بالحضارة القديمة وخاصة الحضارة المصرية. ليه الملك المأمون عايز يدخل الهرم؟ الملك المأمون كان عنده فضول كبير ناحية أهرامات الجيزة، وخاصة هرم خوفو اللي هو أكبر الأهرامات وأعظمها. الأساطير والحكايات في الزمن ده كانت بتحكي عن كنوز كتيرة مدفونة جوه الهرم، وده خلاه يتشوق إنه يكتشف اللي جواه. وقتها كانوا بيعتقدوا إن الفراعنة دفنوا كنوز ضخمة جوه الأهرامات. هرم خوفو وقت ما اتبنى كان محكم جدا، وكان مفيش أي مدخل معروف ليه. المصريين القدماء كانوا بيبنوا الأهرامات بطريقة ذكية، وكانوا بيخفوا مداخلها عشان يحموها من السرقة، فكان لازم المأمون يفكر في طريقة مبتكرة عشان يدخل الهرم. يعمل ايه المأمون؟ اقول لك يا سيدي الناس. المأمون قرر انه يدخل الهرم باي شكل، فامر عماله انهم يبداوا يحفروا في الصخور الكبيره اللي بتغطي الهرم. العمال بداوا يحفروا في منتصف الهرم من الجهه الشماليه، وكانوا بيحفروا بكثافه وبصعوبه شديده لان الصخور كانت صلبه جدا. الحفر اخذ منهم وقت طويل وجهد كبير. كانوا بيستخدموا ادوات بسيطه زي المطارق والازامير، وده كان بيخلي العمليه صعبه جدا، لكن الملك المأمون كان مصمم يكمل. وبالفعل العمال نجحوا ان هم يعملوا ثقب في الهرم، وبعدين لقوا نفسهم قدام ممر، فبدأوا يخشوا في الممر. طول الممر ده كان 27 متر. العمال كانوا في الاول فاكرين انهم خلاص قربوا يوصلوا للكنز، لكن لما مشوا في الممر وصلوا لحجرة الملك، اللي هي الحجرة اللي كانت مخصصة لدفن الملك خوفو. وهنا بقى المفاجأة. لكن كانت المفاجأة انهم ما لقوش اي كنوز زي ما كانوا متوقعين. حجرة الملك كانت فاضية تقريبا، ما فيهاش الا تابوت حجري ضخم ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حتى مومياء الملك خوفو. المأمون والعمال كانوا في حالة صدمة، لانهم كانوا متوقعين يلاقوا كنوز ضخمة، لكن الحقيقة ان الفراعنة كانوا اذكى من كده، وما كانوش عندهم نية يخلوا كنوزهم سهلة لأي حد يقدر يوصلها. المأمون لما بص على الهرم لأول مرة ما كانش شايف المدخل الأصلي، عشان كده بدأ يحفر في أي حتة في الهرم. من حسن الحظ هو عمل فتحة تحت المدخل الرئيسي. المدخل الرئيسي في المدماك ال14 وبيرتفع عن الأرض حوالي 20 متر. أما فتحة المأمون فهي في المدماك الثامن، ترتفع عن الأرض حوالي 12 متر. طبعا الخليفة المأمون ما كانش شايف المدخل الرئيسي لأن الهرم زمان كان مكسي، لكن فتحة المأمون دي كان ليها أهمية. والله أقول لك يا سيدي، بس قبل ما أقول لك يا ريت ما تنساش تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس. بص يا سيدي، الفتحة اللي عملها الملك المأمون بقت هي المدخل الأساسي للهرم دلوقتي، ومن وقتها الناس بقت تدخل الهرم من فتحة الملك المأمون بدل المدخل الرئيسي اللي كان محكم وسري. وعلى الرغم من انهم ما لقوش اي كنوز، لكن الفتحة اللي عملها الملك المأمون خلاه يكتشف اسرار كتيرة عن بناء الهرم وتفاصيله الداخلية. ليه الثقب ده بقى مشهور؟ الثقب اللي عمله المأمون كان أول محاولة لمعرفة دخول الهرم بعد بنائه بآلاف السنين، وده بيورينا قد إيه الحضارة المصرية القديمة كانت متقدمة في الهندسة والبناء، لدرجة إن حتى الناس زي الملك المأمون كانوا معروفين بقدراتهم ومهاراتهم، وما قدروش يوصلوا لحاجة بسهولة. يعني نقدر نقول إن العرب هم أول من دخلوا الهرم بعد الفراعنة.
ثقب الملك المأمون في هرم خوفو مش بس حكاية محاولة دخول هرم، ولكنها بتعكس فضول الإنسان واكتشافاته ومحاولاته لفهم حضارة عظيمة زي الحضارة المصرية القديمة. الفراعنة كانوا أذكياء جدا في حماية مقابرهم وكنوزهم، والمأمون رغم إنه كان عنده الإمكانيات والقدرة ما قدرش يلاقي اللي كان بيدور عليه، وده بيثبت عبقرية المصريين القدماء في بناء وتحصين أهراماتهم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن نهر الأهرامات وحكايته. نهر الأهرامات مش نهر النيل، لا يا سيدي، هو اسمه نهر الأهرامات. بس قبل ما نخش في الموضوع يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ندخل في الموضوع. طبعا سمعنا كلنا عن الاكتشاف الجديد. طيب ايه الاكتشاف وايه اللي حصل وايه نهر الأهرامات ده يا ابو بطة؟ بص يا سيدي البلد والناس، تم اكتشاف أحد فروع نهر النيل القديمة على يد مجموعة من الباحثين. قبل ما أقول لك حدوتة نهر الأهرامات دي عايز أفهمك عقلية المصري القديم وحياته. بص يا عم الدنيا معايا، كان في فروع كتيرة جدا لنهر النيل في مصر القديمة، والفرع المكتشف ده كان بيمر على أكتر من 30 هرم وموقع أثري في الجيزة ودهشور وغيرها. نهر النيل الموجود حاليا ده جزء صغير من النيل. وقتها المصري القديم كان عنده فروع نيل طبيعية وفروع نيل صناعية والله صناعية، هو اللي بيعملها وبيوصلها للمواقع الأثرية والمعابد والمحاجر. النيل كان عنده أساس الحياة، منه بيصطاد الأسماك ويزرع منه ويشرب طبعا منه، فكان وسيلة تنقل ونقل الأحجار لبناء الأهرامات والمعابد وغيره. المصري القديم استغل النيل بذكاء غير باقي الحضارات اللي عاشت على النيل وخلاص. هو بقى عمل له فروع صناعية واستخدمه بذكاء. الفرع المكتشف ده فرع نيل طبيعي مش صناعي، ولسه هنكتشف فروع نيل فوق ما تتخيل. الفرع ده أمام معبد الوادي للهرم. معبد الوادي ده بيوصل للمعبد الجنائزي للملك، ثم للهرم، ثم لغرفة دفن الملك. والدليل على كلامنا ده بئر أوزوريس اللي موجود عند هرم خوفو، مليان مية، اللي اكتشفه العالم المصري سليم حسن، ولقوا فيه مية مش جافة، وفي آثار لمياه جوفية تحت الأهرامات. يعني أي معبد أو أي مكان أثري هتلاقي قدامه فرع للنيل، إما طبيعي أو صناعي. برضو في فروع نيل في الفيوم، عشان الفيوم فيها محاجر كتير كانوا بياخدوا منها الأحجار لبناء المعابد الأثرية. الاكتشاف ده تم بواسطة فريق من الباحثين من جامعة طنطا، بالإضافة إلى فريق من معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، وعدد من خبراء الآثار والمجاري المائية من أمريكا واستراليا. اكتشفوا فرع من فروع النيل اللي كانت موجودة في مصر القديمة بقرب الهرم. الفرع الجاف ده بيرجع عمره إلى أكتر من 4700 سنة، وهو مدفون أسفل الأراضي الزراعية اللي تمتد غرب نهر النيل. الفرع ده يا سيد البلد والناس بينتهي عند معبد الوادي للهرم. كان بيمر الفرع ده بجوار الأهرامات الثلاثة والمعابد، ويبلغ طوله 64 كيلو متر، ويتراوح عرضه ما بين 200 إلى 700 متر، ويمر بموازاة النيل. وده أحد الأدلة الجديدة اللي بتأكد إن أجدادنا المصريين القدماء هم اللي بنوا الأهرامات واستخدموا النيل لنقل الأحجار، اللي بنوا بيها أكتر من 30 هرم كان بيمر بجوارهم الفرع القديم ده. كمان خلينا نفتكر قول الله على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فالقرآن أخبر إن نهر النيل كان له أفرع كتير كان بيفتخر بيها فرعون. نتكلم عن السحر في الدولة المصرية القديمة، وليه السحر كان مهم جدا عند المصريين القدماء، وهل هم كانوا بيستخدموه في بناء الأهرامات والمعابد، وهل الكهنة كانوا بيستخدموا تعاويذ وطلاسم سحرية في حياتهم اليومية. خلينا نغوص أكتر في تفاصيل علاقة الفراعنة بالسحر
في مصر القديمة. السحر في الحضارة الفرعونية. في مصر القديمة السحر كان جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية والدين. المصريين القدماء كانوا بيشوفوا السحر كقوة طبيعية تقدر تتحكم في العالم من حولهم، وكانوا بيؤمنوا إن كل حاجة في الكون ليها روح أو قوة خفية، وإن السحر هو الوسيلة اللي بيقدروا من خلالها يتواصلوا مع القوة دي. طيب إيه علاقة السحر بالدين؟ السحر والدين كانوا مرتبطين بشكل كبير في الثقافة الفرعونية، والمصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن السحر بيجي من الآلهة، وكانوا بيستخدموا التعاويذ والرموز في الطقوس الدينية لحماية الناس من الشرور وشفاء الأمراض ولضمان المرور السليم للروح في الحياة الآخرة. مثلا كان في اعتقاد قوي إن الإله تحوت هو اللي اخترع الكتابة والتعاويذ السحرية، وإنه بيدي الكهنة القدرة على استخدام السحر بشكل صحيح. الكهنة في مصر القديمة كانوا بيعتبروا أعلى الناس علما ومعرفة، وكان عندهم القدرة على قراءة وفهم النصوص السحرية، وده بيخليهم يحتفظوا بمكانة خاصة في المجتمع. طيب إيه يا أبو بطة هي أنواع السحر؟ السحر في مصر القديمة كان له أنواع كتير، بعضها كان موجه للخير وحماية الناس، وبعضها كان موجه لأغراض شخصية. تعال أقول لك شوية عن أنواع السحر. هنا شوية تفاصيل عن الأنواع دي. السحر الوقائي ده كان أكتر نوع شائع من السحر. المصريين القدماء كانوا بيستخدموا التعاويذ والطلاسم لحماية نفسهم من الأمراض والأرواح الشريرة والكوارث الطبيعية. كانت التمائم بتتعلق في البيوت أو تتلبس على الجسم، وكانت بتعتبر حماية قوية من أي ضرر. السحر العلاجي. الكهنة في مصر القديمة كانوا بيستخدموا السحر لعلاج الأمراض، كانوا بيستخدموا التعاويذ جنب الأعشاب والعلاجات الطبيعية. النصوص الطبية زي بردية إبرس كانت بتجمع بين الوصفات الطبية والتعاويذ السحرية لتحقيق الشفاء. سحر الحب. المصريين القدماء كان عندهم تعاويذ خاصة لجلب الحب وجذب الشخص اللي بيحبوه. التعاويذ دي كانت بتستخدم من قبل الناس العاديين وكمان في الطبقات الحاكمة. السحر العدواني. في بعض الأحيان كان السحر بيستخدم لإيذاء الأعداء أو تحقيق مصالح شخصية. التعاويذ اللي بتستخدم في النوع ده من السحر كانت بتعتبر خطيرة، واستخدامها كان بيستلزم احتياطات خاصة. كتاب الموتى. من أشهر النصوص السحرية اللي وصلت لنا في مصر القديمة هو كتاب الموتى، وده كان عبارة عن مجموعة من التعاويذ والنصوص اللي بتحمي الروح في رحلتها في العالم الآخر. الكتاب ده كان بيتحط مع الميت في المقبرة عشان يساعده في التغلب على العقبات اللي ممكن تقابله في الحياة الأخرى، زي مواجهة الأرواح الشريرة والمخاطر اللي بتظهر في طريقه لبلوغ السلام الأبدي. السحر الملكي. الفراعنة نفسهم كانوا بيستخدموا السحر في حكمهم، كانوا بيعتبروا إن عندهم قدرات خاصة مرتبطة بالآلهة، وده كان جزء من السبب اللي بيخليهم يحكموا. على سبيل المثال الملك اللي كان بيشارك في طقوس دينية بتستخدم فيها التعويذ السحرية لضمان وفرة المحاصيل واستقرار البلاد وحماية الشعب من الكوارث. الكهنة والسحر. الكهنة في مصر القديمة كانوا مسؤولين عن تنفيذ الطقوس السحرية، وكانوا بيعتبروا متخصصين في السحر الديني. كان عندهم معرفة واسعة بالنصوص السحرية والتعاويذ والرموز، وده كان بيخليهم في مكانة عالية في المجتمع. الكهنة كانوا بيتعلموا السحر من خلال دراسة النصوص المقدسة والتدريب في المعابد. السحر والحياة اليومية. السحر كان جزء من الحياة اليومية في مصر القديمة. الناس كانوا بيستخدموا التمائم والتعاويذ والرموز السحرية لحماية نفسهم وأسرتهم. كانوا بيعتقدوا إن السحر ممكن يساعدهم في حياتهم سواء في الشغل أو الحب أو حتى الزراعة. في النهاية السحر في مصر القديمة كان موضوع معقد ومتشابك مع الدين والعادات والتقاليد. ما كانش الفراعنة سحرة بمعنى إنهم بيمارسوا أعمال سحرية بشكل مباشر، لكن السحر كان جزء من حياتهم وثقافتهم، وكان ليه دور كبير في معتقداتهم الدينية والاجتماعية. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت ما تنساش تدعمنا باشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم على خير. مع السلامة.